جايب لك 3 اخبار يا معلم، خبرين حلوين وخبر وحش. قبل ما اقول لك الاخبار ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه. طبعا اللايك والاشتراك بيفيدوني جدا فما تبخلش عليا. هنبدا بالخبر الوحش وبعد كده هنحل بالخبر الحلو. الخبر الوحش هو عدم التحاق احمد السيد زيزو بمباراه المصري يوم لحد الساعه 8 مساء على استاد برج العرب بسبب اصابه احمد السيد زيزو في مباراه بتروجيت. طبعا نتمنى ان اللاعب ان شاء الله يعود الى الملاعب في اسرع وقت. الإصابة مش كبيرة ولكن نتمنى العودة في أسرع وقت إن شاء الله. الخبر الحلو أو الخبرين الحلوين هو الخبر الأول: الأهلي يحصل على توقيع محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بعد تألقه في مباراة الزمالك الماضية. اللاعب خلاص شبه أكيد في الأهلي، خلاص يعني اللاعب هيتم عرضه في يناير القادم. صفقة تقيلة، صفقة قوية، مدافع من الطراز العالي هيفيد الأهلي جدا، إضافة لصفوف الأهلي وخط الدفاع. لاعب قوي بدنيا وشرس في الدفاع وعنده الجرأة. الخبر الثاني وهو تقارير داخل النادي الأهلي بتقول إن الإدارة عرضت ملف حامد حمدان الفلسطيني لاعب بتروجيت للمدرب الدنماركي ياس تورو. طبعا في حين موافقة المدرب على اللاعب، الأهلي هيتعاقد مع اللاعب طبعا في يناير القادم. هتقول لي ازاي بقى واللاعب اصلا قايل ان هو زملكاوي وانه عايز يمشي للزمالك؟ طبعا دي حاجة موجودة في الإدارة، واحنا عارفين ان اي حد بيقول انه زملكاوي من صغره الاهلي بيجيب. ما تعرفش هل ده حاجة موجودة في الاهلي ولا الاغراءات المادية اللي بيقدمها الاهلي للأندية. طبعا حامد حمدان صفقة تقيلة، سواء انضم للاهلي او انضم للزمالك هو لاعب تقيل، نتمنى وجوده في الاهلي باذن الله. بس كده يا معلم، دي الاخبار اللي قلت لك عليها، وما تنساش تعمل اللايك والاشتراك. سلام.